السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم عبر قناة نشرة أخبار الأهلي السعودي مع المشجع السعودي. هنتعرف النهارده على آخر أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023 18/8/2023. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الأهلي السعودي يكشف سبب نقل اليوسكي للمستشفى عقب لقاء الخليج. كشف النادي الأهلي السعودي اليوم الجمعة عن تفاصيل إصابة الأجنبي اليوسكي بعد نقله المستشفى عقب لقاء الخليج ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. الإجهاد يتسبب في نقل اليوسكي للمستشفى. وأوضح الأهلي السعودي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اليوسكي، وأن الإجهاد من تسبب في نقله للمستشفى. وجاء في بيان الأهلي تفاصيل حالة اللاعب، حيث قال النادي تعرض اللاعب اليوسكي عقب انتهاء مباراة الأهلي والخليج لإجهاد عام شديد نظرا لفقدانه السوائل في الجسم، وتم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات. وأوضح موقفه من خوض تدريبات الفريق بالوقت الحالي. أوضح النادي عبر البيان وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في التدريبات. وكان الأهلي السعودي قد حقق الفوز على نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل النقطة السادسة في مشواره بالدوري السعودي للمحترفين. رقمان مميزان لمدرب الأهلي ومكسما بعد الفوز على الخليج. شهد انتصار النادي الأهلي على نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي المحترفين. تحقيق الثنائي الألماني ماتياس سيليه والفرنسي سانت ماكسمان رقمين مميزان. وبحسب ما نشرته جريدة اليوم السعودية، فإن ماتياس ياسيليه أول مدرب ألماني في تاريخ الدوري يحقق الانتصار في أول مباراتين له وأشارت الجريدة إلى أن الفرنسي سانت ماكسمان أنهى الشوط الأول ضد الخليج بنسبة تمريرة بالغة 16% تمريرة. وكان الفرنسي سانت ماكسمان انضم لصفوف النادي الأهلي من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب التقارير الصحفية. بينما الألماني ماتياس سيليه تولى تدريب النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري بعقد لمدة موسمين مقبلين. ويذكر أن النادي الأهلي فاز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي. نجم الأهلي يتحدى الإصابة ورد حاسم على رحيله في الصيف. تلقى الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ماتياس ياسيليه مفاجأة سارة بعد استعادة أحد أهم عناصره الفنية بعد تعرضه لإصابة مفاجئة. وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الخميس عن إصابة المقدوني اليوسكي الظهير الأيسر للفريق الأول خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الخليج في الدوري السعودي، والتي فاز بها الراقي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وتلقى ماتياس ياسيليه مدرب النادي الأهلي مفاجأة قوية بعد تأكيد جاهزية محترفة المقدوني اليوسكي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة. ونشر اليوسكي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام ما يلي: كان لدي مشكلة بسيطة بعد المباراة، لكنني أشعر بتحسن الآن. شكرا على جميع رسائل الدعم. عمل جيد اليوم، دعونا نستمر في الفوز. وأوضح النادي الأهلي أن اللاعب المقدوني قد تعرض لإجهاد عام شديد عقب مباراة الخليج لفقدان السوائل في الجسم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المحيطة للخضوع للفحوصات اللازمة. وحقق الأهلي فوزا قويا على مضيفه الخليج بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024. طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي السعودي في المباريات القادمه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، اتمنى تكون استفدت معانا واتمنى دعمك واشتراكك في القناه. لو لسه جديد معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.